السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني من اي حودة من قناة كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة، وان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده هريسة الشطة. بما اننا في موسم الشطة هنعمل مع بعض هريسة الشطة، هتحتاجيها في كل وصفاتك في المطبخ. هتعملي بتنجان مخلل، هتعملي بامية، هتخللي طماطم، في اي وصفات في الطبخ بتحتاجيها. نعملها مع بعض وهنعرف تحطي لها ايه عشان تحفظيها معاكي من السنة للسنة زي ما احنا شايفين. وان شاء الله لو عملتها بالطريقه ديت تفضل معاكي في باب التلاجة من السنه للسنه. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس ويلا عشان نبدا نشوف عملناها ازاي. ودلوقتي عشان نعمل هريسه الشطه معايا 1.5 كيلو من الشطه بالشكل ده كده، او الكميه اللي انت حباها. انا جايبه 1.5 كيلو من الشطه ونص كيلو من الفلفل الاحمر. ممكن تجيبي البلدي او الرومي، انا اللي معايا خليط من الاثنين. ممكن تستعملي نص الكميه فلفل ونصها شطه اللي انت حباه في هريسه الشطه، وممكن تعمليها فلفل بارد خالص لو انت متحبيش الشطه. هنا غسلت الشطه وحطيتها على فوطه مطبخ وسبتها تنشف خالص عشان ما يبقاش فيها اي ميه. والفلفل غسلته ونشفته وقطعته بالشكل ده. عشت البوز الاخضر وقطعته نصين بالشكل ده، ولو كبيره قوي هتقطعها على 3 بالشكل ده. هنشيلها مع بعض كده وهنقطعها نصين. قطعنا كل الشطه. معانا هنا 4 ليمونات مقشرينهم وهشيل منهم البذر، ومعلقتين كبار من السكر. المكونات دي 2 كيلو من الشطه، يعني لو هو كيلو هتحطي معلقه من السكر وليمونتين. وهنا معانا 8 معالق كبار من الملح، او ممكن كيس من اللي هو ب2 جنيه، يعني الكيلو له 4 معالق من الملح، ومعلقتين من الكزبره ومعلقتين من الكمون. يعني معانا راس توم كبيره حوالي عن 20 فص توم وسط بالشكل ده. يعني انت لو هتعملي كيلو واحد هتحطي 10 فصوص توم وسط، او لو عندك التوم مفرزاه تبقى معلقه كبيره. معلقه كبيره للكيلو، يعني ال2 كيلو لهم معلقتين كبار. بسم الله. شطه في الكبه هنشغل نفرمها. هنحط ليمونه شويه من السكر. احنا هنفرمهم في الكبه على 3 مرات. لو الكبه عندك كبيره هتفرموهم على مره واحده. فاحنا هنحط من كل المكونات معاه كده شويه من التوم، شويه من الكزبره، شويه من الكزبره وشويه من الكمون وشويه من الملح. هنقسم المكونات على 3 مرات في الكبه. هنرجع نخلطها كده بعد ما اتفرمت معانا. حطيناها في بوله واسعه وهنكمل فرم بقيه الكميه كده بنفس الشكل، وهنرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. وكده بعد ما خلصنا فرم الشطه بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، معانا نص كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الخل وعصير 4 ليمونات كبار. بسم الله. ونقلبهم كلهم مع بعض. زي ما احنا قلنا لو انت مش حابه الشطه الحادقه ممكن تعملي الفلفل البارد. لسه الشطه بقت جاهزه معانا، غسلتها وعقمتها كويس. بسم الله. وهنحط في ارضيتها معلقه من الزيت بالشكل ده كده. كل برطمان هنحط في ارضيته معلقه من الزيت. دي خطوه مهمه عشان تحافظ معاكي على هريسه الشطه. وهنحط كده هريسه الشطه في البرطمان بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. كده بعد ما عبينا هريسه الشطه بالشكل ده هنحط على كل برطمان مع على وشه معلقه من الزيت. بسم الله. ده عشان يحفظ معاكي هريسه الشطه كده زي ما احنا شايفين. حاطين على كل برطمان معلقه من الزيت. شايفين ما شاء الله هنا شكل هريسه الشطه، شايفين ما شاء الله. والحب اللي جوه الشطه ما تشيلهوش لانه بيحافظ على الشطه ما احنا شايفين كده. وزي ما قلنا واحنا شغالين اكتر من مره، لو انت مش حباها تبقى شطه ممكن تعمليها بالفلفل الاحمر البارد كده. ونغطي عليها ونحطها في التلاجة تحفظيها وتحطها في باب التلاجة من السنه للسنه، مش هتبوظ ولا يجرى لها اي حاجه. بس اهم حاجه تحط لها معلقه من الزيت كده على الوش. فلو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.